الإنسان غريب قوي، كأنه بيسعى لوجعه وتعبه. أنا شفت كتير قوي مشكلتهم في الحياة تتلخص في تعلق وحب غير طبيعي لشخص، بتتلاشى شخصيتهم، بيعملقوا الشخص ده. يعني استغفر الله العظيم، لدرجة ما بيعملقوش بيها إله الكون. لما باجي أسألهم إيه الميزة اللي في الشخص ده اللي أنت مش هتقدر تستغنى عنها في حياتك، عارفين الأغلب ما بيبقاش عنده سبب، أو بيبقى السبب ده موجود في ناس كتير قوي. أو بتقول لي أصله بيحبني بالطريقة اللي كذا كذا. طب ما هو لو بيحبك بالطريقة اللي أنت عايزاها، أنت بتشتكي ليه؟ هو أحسن واحد في الكون كده، أنت بتشتكي ليه؟ لقيت إن سبب التعلق دايما سبب جسدي. يعني تلاقي مثلا ايه ميزه الشخص ده؟ شكله حلو، وسيم، ما تحكيش على نفسك. اول حاجه مخلياكي مشدوده له تعلق جسدي، شكله حلو. كذلك انت اتعلقت بيها ليه؟ تعلق جسدي، شكلها حلو، انثى عجبتك. لكن تنفعك؟ مش دايما. احسن واحده تناسبك؟ لا، مش دايما. اكتر واحده بتسعدك في اوقات، بس بتتعسك في اوقات تانية. انزلوا الناس منازلهم، خلوهم بشر. بلاش نغذي جوانا فكرة مريضة، وهي فكرة ان احنا مبسوطين قوي مع الشخص ده. دي مش حقيقة. انت قاعد مستني اللحظة ومتعلق باللحظة اللي الشخص ده فيها هيبقى الصورة المحبة اللي انت بتشوفها في الافلام. انا مستني اللحظة ان البنت دي تبقى زي ما انا عايز من غير مشاكلها، فانا قاعد متعلق باللحظة دي. التعلق مش سمة المؤمنين، التعلق مش سمة المستغنيين، التعلق ده سمة الضعفاء، التعلق ده سمة الناس اللي عايشة فوق هنا كده، مش نازلة معانا على أرض الواقع. لو أنت نزلت على أرض الواقع هتقول لنفسك ده بشر لا يملك من نفسه شيئا، عشان أنا تبقى حياتي كلها متمحورة حواليه. انزلوا الناس منازلهم، قلوبكم هتبقى في أمان، ودينكم هيحصنكم، وهتناموا بالليل مرتاحين.